الكنيسة في شهر بقونة بتعيش الفترة اللي فيها بنصوم صوم الرسل. والكنيسة في الأحد الثاني بتتكلم عن أحد صور الكنيسة وتأسيس عملها لما كان ربنا يسوع المسيح على الأرض، وهو حادث المفلوج. فحادث المفلوج هو صورة قوة الكنيسة اللي أسسها ربنا يسوع المسيح على الأرض. الكنيسة ليها سلطان وقوة وعمل، ليست مؤسسة بشرية وليست مجموعة لها بعض الأفكار الدينية، ولكن الكنيسة هي قوة المسيح على الأرض. عشان كده ربنا يسوع لما كان على الأرض صنع بعض الأمور التي من خلالها ندرك وأن وجود المسيح الدائم عمانوئيل في وسطنا يكون هو القوة التي للكنيسة. فتقول في معجزة المفلوج أن هذا هو عمل الكنيسة. الأربعة اللي حملوا المفلوج يقولوا دول الكارزين، لأن الأربع بشاير الكارزة. والخدام اللي جوه الكنيسة، الخدام بكل صورها، برتبها، بتدريج الرتب من أعلى رتبة إلى الخادم البسيط، هم خدام الكنيسة اللي بيحملوا الإنسان الخاطي والإنسان الضعيف اللي بيمثلوا المفلوج. مفلوج مشلول، ومشلول هنا معناه إنسان لا يستطيع أن يتحرك، ليست فيه حياة. هو الإنسان الخاطي الذي يدخل إلى الكنيسة عبر الخدام وهو يحمل ضعفا، ولكن ينزلوه أمام المسيح. وحينما يرى المسيح ضعفنا في الكنيسة يتحنن علينا ويلمس ضعفنا ثم يقول مغفورة لك خطاياك. والكنيسة دورها مش فقط غفران الخطايا، ولكنها دورها حياة كاملة. عشان كده قال له لك أقول قم وقدم تعليما أيضا لمن لا يؤمنون. وهذه هي الكنيسة. الكنيسة هي قوة المسيح، هي خدمة الإنسان الخاطئ، هي تغيير الحياة، هي أيضا التعليم. وكلمة كنيسة في العبري كنيس معناه تجمع احتفالي، وبنفس اللفظ في القريب منه في السورياني كنيشة معناها أيضا تجمع احتفالي. وفي اليوناني كليسية معناها جماعة لها دعوة خاصة. والكلمة دي كانت تستخدم في البرلمان اليوناني أو مجلس الشيوخ حينما يدعى من هم لهم صفة خاصة، يعني اللي هيعملوا قانون، اللي هيدرسوا شيء. فالدعوة دي الاجتماع بيقولوا عليها كليسية. إذا الكنيسة هي دعوة خاصة. والكنيسة ما هياش مجرد كلمات وحروف ولا مجرد مباني. هناك خلط بين الكنيسة الحقيقية التي تحمل سلطان المسيح وبين كنيسة بشرية. يعني يوجد كثير من الذين انشقوا من الكنيسة صنعوا لأنفسهم منظمات وأعلنوا أنهم كنائس. هم أحرار يسموا زي ما هم عايزين. زي ما قلت لكم إن أصلا الكنيس اليهودي كنيس تجمع لكن مش مسيح. الإكليسية في اليوناني تجمع أيضا بدعوة معينة لكن مش كنيسة. ليس كل من يدعون أنهم كنائس هم كنائس، لأن الكنيسة لها سمات محددة. هي السلطان الذي منحه المسيح للتلاميذ والرسل فقط، وهم سلموه أيضا فيما بعد.
يقول كده هو نفخ في وجوههم وقال لهم اخبروا الروح القدس من غفرتم خطاياهم تغفر من أمسكتم عليه أمسكت. إن هذه النفخة هي السلطان. الكنيسة الحقيقية هي التي تستطيع أن تغير طبيعة البشر من طبيعة أرضية مولودة من الأرض إلى طبيعة سمائية، زي ما قال المسيح لنيقوديموس إن لم تولد من فوق. قال له إزاي تولد من فوق؟ قال له من ماء والروح. طيب هيجيب المية من أي حتة؟ هيجيب الروح منين بقى؟ بأي سلطان؟ بأي قوة؟ هل أي مجموعة تدعي أنها مسيحية وأن لها سلطان يمكن أن تصلي ويأتي روح القدس بصلواتها؟ وهل أي مجموعة تحمل كهنوتا؟ الكنيسة الحقيقية هي الكنيسة التي تحمل السلطان من السماء. عشان كده السلطان موثق. يعني هل يمكن راجل كبير في مدينة يقعد في قعدة ويحكم حكما قضائيا تلتزم به الدولة؟ لا طبعا. لكن مين اللي تلتزم به الدولة بالحكم ده؟ القاضي اللي معاه سلطة أخذها من الدولة. الدولة هنا هي الصورة الرسمية أقصد. إذا ليس كل من يدعي عن نفسه أنه قسيسا أو أسقفا في منظمة خارج الكنيسة يحمل سلطان. وحتى حينما يعمد لا يعتد بمعموديته. القديس باسيليوس الكبير في رسالته إلى أسقف أيقونية عن المعمودية يقول كده إن الذين قطعوا من التسلسل الرسولي. يعني إيه؟ يعني في تسلسل رسولي. المسيح قال لتلاميذه سلطان محدد، اذهبوا تلمذوا عمدوا، ونفخ في وجوههم وقال لهم من غفرت خطاياهم غفرت. وقبل كده قال لماري بطرس هذه الصخرة أبني كنيستي، وقال لك مفاتيح ملكوت السماوات. وما كانش بيكلم ماري بطرس بس، لأنه هيقول للتلاميذ كلها كمان كل ما تحملون على الأرض يكون محمول في السماء. إذا التسلسل الرسولي ده هو القوة والسلطان اللي من المسيح نفسه. فماري القديس باسيليوس الكبير يقول الذين قطعوا من التسلسل الرسولي لم تبقى لهم صلة بالروح القدس. الذين انفصلوا عنه أولا كانت لهم نعمة الروح القدس. يعني لو في أسقف أو بطرك أو أيا كان كاهن وانشق عن الكنيسة، كان له سلطان قبل كده. مجرد أنه انشق عن الكنيسة أو هرطق لم يعد له سلطان. وبالتالي حينما يؤسس مؤسسة كنسية واسمها أقول كنيسة ويحط اليد، نقول له بأي سلطان بقى؟ بأي سلطان أنت بتتكلم؟ أقصد الذين انشقوا من الكنيسة الحقيقية وأعلنوا أن لهم إيمانا وكانوا أساقفة أو بطاركة بمجامع زي مجمع خلق دنيا، قطع منهم التسلسل الرسول لأنهم لم يعد لهم هذا الإيمان المسلم. ويقول ماري القديس باسيليوس يقول إن بانشقاقهم عن الكنيسة أصبحوا كالعوام، ناس عادية ولا يجوز أن تقبل معموديتهم. والبابا أثناسيوس يقول دعونا ننظر إلى تقليد الكنيسة الجامعة وتعليمها وإيمانها الذي هو من البداية أعطاه الرب وكرز به الرسل وحفظوا أباء الكنيسة. من يسقط منه، اللي يسقط من التعليم والتقليد المسلم لن يكون مسيحيا. متخيلين؟ يعني كل من يدعى مسيحيا لابد أن يحافظ على التعليم المسلم من الآباء الرسل، وإلا لا يدعى مسيحيا. يقول بولس الرسول في أعمال 20 يقول للأساقفة، يقول ترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. الكنيسة التي لها قوة محددة هي فقط التي اقتناها بدمه.
يقول السيد المسيح لبطرس على هذه الصخرة. يعني ايه؟ مش على اي صخر. لما قال له من يقول الناس اني انا، فقال له انت هو المسيح ابن الله الحي، قال له طوباك انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي. بيتكلم على الايمان اللي اعلنه. اذا حينما لا يعلن ايمان حقيقي لا تكون هذه الصخرة تبنى عليها الكنيسة. وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. ليها بقى نتائج. يقول أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، ما تربط على الأرض يكون مربوط في السماء، ما تحل على الأرض يكون محلول في السماء. تقول لي ده قال الكلام ده ماري بطرس بس. أقول لكم لا، في متى 18 قال للتلاميذ الحق الحق أقول لكم ما تربطونه على الأرض يكون مربوط في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون محلول في السماء. يعني مش ماري بطرس بس. عشان كده احنا الذين يدعون أن ماري بطرس كرز لهم وهم ورثوا عنه فقط السلطان وورثوا عنه رئاسة التلاميذ، نقول لهم مين قال لكم كده؟ مين قال لكم التلاميذ كان فيهم رئاسة أصلا؟ الكنيسة يقول في أفسس 1:22 يقول أخضع كل شيء تحت قدميه على المسيح، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل. كنيسة رأسها المسيح، بس أي مسيح؟ هل يمكن أن تكون كنيسة رأسها مسيح أريوس اللي قال إن المسيح يحمل طبيعة إلهية مخلوقة وليس من جوهر الآب؟ هل تعتبر هذه الكنيسة؟ ولا كنيسة نسطور اللي قال إن المسيح إنسان تأله، كان إنسان عادي لكن صار إلها؟ ولا كنيسة أوطاخ اللي قال إن المسيح ليس له جسد أو ناسوت يشبهنا؟ ولا كنيسة الخلقدونيين اللي أصروا على تعليم نسطور؟ ولا كنيسة أيضا تدعي أن الإنسان يتأله وترفض خطية ميراث الخطية؟ ولا كنيسة تحمل إيمانا محروما من مجامع مقدسة؟ هل هذا مسيحا تكون تلك الكنيسة لها سلطان؟ يقول في كولوسي 18 هو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر الأموات ليكون له التقدم في كل شيء. شخص محدد هو البكر من الأموات، هو البكر في الأموات. يسوع المسيح هو لا يمكن أبدا أن يكون هو رأس كنيسة منحرفة إيمانيا لأنها تتبع مسيحا آخر، زي ما قال بولس الرسول أن يقول لهم أنكم اتبعتم مسيحا آخر وإنجيلا آخر في غلطية. سلطان الكنيسة محدد، كنيسة المستلمة من الآباء الرسل وليس من لاون في خلقدونيا ولا مارتن لوثر في القرن ال15. بابا ساناسوس يقول لهم كده، يقول أنا أستطيع أن أنا أقول لكم الإيمان بتاعي من آباء القديسين اللي أخذوه من الآباء الرسل اللي أخذوه من المسيح. أنتوا بقى قولوا لي بقى من أي مصدر إيمانكم؟ يقول لتلميذه تيموثاوس بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3:15 يقول إن أبطأت تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدة. عمود الحق يعني إيه؟ يعني لا يوجد شيء مزيف، لا يوجد هرطقة، لا يوجد فيه أي تعليم ليس حقيقي. ويقول أن الكنيسة تحمل سلطانا محددا في كورنثوس الأولى 12:28 فوضع الله في الكنيسة أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، مواهب شفاء، أعوان، تدابير، أنواع ألسنة. ده
مش اي حد كده يجتمع ويقول يا جماعه احنا هنعمل لنفسنا كنيسه. اقول له طب هتاخدوا السلطان منين؟ وبأي قوه يمكنك ان تمنح المعموديه او الافخارستيه؟ عشان كده الناس تقول ما هو عندهم معموديه، ما عندهم افخارستيه. اقول لكم طب والكهنوت بتاعهم كهنوت مظبوط ولا كهنوت محروم؟ يعني ايه؟ يعني كنيسه كانت تحمل ايمانا غير حقيقيا وانشقت، لم يعد لها سلطان كهنوتي اصلا. يقول ربنا لنيقوديموس ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يدخل ملكوت السماوات. اي كنيسه تلك التي تستطيع ان يكون لها سلطان للولاده من فوق؟ يقول كده في اعمال 8:14 ان الكنيسه سمعت ان السامره امنت بالمسيح. يقول فلما سمع الرسل الذين في اورشليم ان السامره قبلت الكلمه ارسلوا اليها بطرس ويوحنا وضعوا الايادي عليهم فقابلوا الروح القدس. يعني الايدي التي وضعها الاباء الرسل ماري بطرس وماري يوحنا بقوه الروح القدس، صار هناك قوه من خلالهم أن ينحدر الروح القدس في العالم بأي سلطان. أي سلطان إنسان وبشر طبيعي عادي كده يصلي فيأتي روح الله على الأشخاص. ليس سلطان الشخص ولكن سلطان الكنيسة. لكن أي كنيسة محددة. يقول ماري بولس في كورنثوس الأولى 1:16 كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ الكنيسة فقط هي التي تصنع هذا. اصنعوا هذا لذكري. محددة. ليس كل من يدعون أنفسهم أنهم كنائس هم كنائس. يقول ماري يعقوب في رسالته 5:14 أمريض أحد بينكم فليدعو خصوص الكنيسة يصلوا عليه ودينوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تشفي المريض والرب يقيمه وإن كان فعل خطيئة تغفر له. يدعو خصوص الكنيسة محددة. مش أي واحد يعمل له زي ولا يلبس صليب ويمسك في إيده صليب يقول أنا بقيت كاهن. منين أنت بقيت كاهن؟ طب هل دعوتك دي لها قوة السماء؟ يدعو خصوص الكنيسة يصلون عليه يدهنوه بزيت باسم الرب صلاة الإيمان تشفي. عشان كده يقول بولس الرسول لتلميذ تيموثاوس لا تهمل الموهبة التي فيك التي أعطيت لك بوضع أيدي. الكلمة اللي بين إيدينا في ترجمة فان دايك أيدي المشيخة. الكلمة في اليوناني تيجي بمعنى الأساقفة المعينين من الله. يعني في كهنوت متسلسل محدد بوضع أيدي الأساقفة. عشان كده لابد ان احنا نكون حريصين جدا ان لا نشترك مع اي طائفة لا تحمل الايمان الارثوذكسي القويم، لانهم ليسوا كنائس ولكنهم تجمعات لهم سمة معينة بافكار معينة. اما الكنيسة هي الكنيسة التي حافظت على الايمان ولها نفس التسلسل الرسولي. لما جم الخلقدونيين كانوا عايزين يفرضوا على الأقباط الإيمان بتاعهم، الشعب كان متمسك جدا بالإيمان ومتمسك كمان بالآباء. ليه بقى؟ لأنهم عارفين كويس قوي إن الكنيسة المستلمة من ماري مرقس هي فقط التي لها خلاص. فجم عمل إيه جوستنيان؟ أصدر قرار بنفي كل الأساقفة والكهنة من كنائس، وراح حط إيده على كل الكنائس اللي موجودة وقال الكنائس دي بس اللي تتفتح الخلقدونية.
علشان يبقى ما قدامهمش غير الكنايس دي. لو في عصرنا النهارده هتقولوا ايه بقى؟ كله في المسيح؟ ولا هتعملوا زي اجدادنا الاقباط اللي سابوا المدن وراحوا الاديره يصلوا علشان يضمنوا انه يكون بياخدوا جسد ودم حقيقي ويتم المعموديه الحقيقيه؟ ووقت هرقل اصدر قرار بقتل كل الاساقفه وقتل البابا وقتل الكهنه. ليه بقى؟ حتى ينهي التسلسل الرسولي للكنيسه القبطيه ويبقي فقط كهنوت الخلقدونيين. ظهر ملاك للبابا بنيامين ال 38 وقال له قول الأساقفة كلها تهرب وانت اهرب، لأنهم عايزين يقتلوا كل الكهنوت القبطي. عشان كده يقول بابا أثناسيوس على الكنيسة أنها سفينة الخلاص التي تحمل المؤمنين من بحر هذا العالم إلى ميناء الملكوت. في نقطة مهمة فارقة جدا، أن هؤلاء الذين يدعون أنفسهم أنهم كنائس وينحرفوا عن الإيمان يعمل بهم الشيطان. في المجمع الفاتيكاني الثاني للكنيسة الكاثوليك اللي اجتمع 1962 واختتم 1965 يقول كده، يقول الخلاص في متناول جميع ذوي الإرادة الحسنة، أولئك الذين ينتمون إلى ديانات غير مسيحية هم أيضا يملكون حقائق وعندهم كنوز، إنهم يتلمسون الإله المجهول من خلال الظلال والصور، يعني وثنية، فالله ليس بعيدا عنهم، فإن الهندوسية والبوذية يجتهدون لمعرفة السر الإلهي، والله يقبل الجميع، وأقروا خلاص غير المؤمنين. إزاي يبقى ليهم سلطان دول؟ لوثر مؤسس البروتستانت 1578 بعت رسالة لأحد تلاميذه اسمه فيليب مالانكتون، قال له كده: كن أثيما واقترف خطايا كثيرة، ولكن آمن إيمانا قويا وافرح بالمسيح، فالخطية لا تبعدنا عن هذا، ولو ارتكبنا الفحشاء أو القتل 1000 مرة كل يوم لن تبعدك عن فرح المسيح. متخيلين الشر يوصل لإيه؟ الكتاب ده مكتوب، الكتاب ده مطبوع، الكلام ده موجود في كتاب، هتلاقوه كتاب اسمه الدرة النفيسة في حقيقة الكنيسة، إصدار الموصل لعلاء دير الآباء دومينيكان 1867، الكلام ده موجود فيه. وفي واحد تاني من تلاميذ برضه لوثر اسمه جون أكريكولا في كتاب تاريخ الهرطقة 449 وكتاب وول ديورانت قصة الحضارة، كان بيعلم يقول كده: كن زانيا أو لصا أو سارقا آمن فقط تخلص. هل تعتبر هذه كنيسة؟ كنت حريص على خلاصك، احرص أن تكون الكنيسة كنيسة حقيقية أرثوذكسية مستلمة من الآباء، وإلا أنت مخدوع وستكون أيضا مخادع. لإلهنا كل مجد وكرامة أبدا.